عندِك خطوط، عندِك تجاعيد، عندِك انتفاخات، عندِك هالات، عندِك المشاكل اللي تحت عينِك، وفي ناس كمان بتخاف الانتفاخات دي تروح لإن هيحصل كرمشة، لإنها طول الوقت بالونة مشدودة، أول ما بتعالج الانتفاخات على طول يحصل كرمشة لتحت العين، ودي حاجة بتضايق جدًا، جدًا. تحت العين لمّا بتهتمي بيه بتباني أصغر، بتباني أحلى، لإن العين هي اللي بتبين السن، أنتم فاهمين؟ تخيلوا أنتم بتهتموا بالمنطقة دي، أنا كنت زمان مختلفة عنكم خالص، أنا كنت أقول أي كريم أحطه تحت عيني وخلاص، لأ الموضوع لازم كريم عين، ولازم تهتمي بتحت عينِك كويس أوي. شرفتوني ونورتوني معاكم ياسمين، اعملوا بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلِك أي فيديو جديد، وأي سؤال اكتبي تحت في الكومنت. تابعيني على الانستجرام أوكي، والفيسبوك اللينكات بتاعته تحت في صندوق الوصف. أول واحد السنتيلا، السنتيلا الناس اللي مش حابة الريتينول ومش عايزة تستعمل الريتينول، ده بديل الريتينول بس النتيجة بتاعته أطول شوية. طبعًا مكوناته هي البيبتايد والسنتيلا كلها مكونات مرطبة ومحفزة لتحت العين. الناس اللي تحت عينيها أو عينيها بشكل عام بيحصل لها أي تحسس، الحاجات الكورية كلها أول حاجة هدفها الإصلاح والترطيب، الإصلاح والترطيب، وتنفع لكل أنواع البشرة، وما تقعدوش تسمعوا كلام الناس الهبد اللي بيحصل على النت ده، والله العظيم لا بيجيبوا حاجة fake، بيجيبوا حاجة أساسًا طريقة تخزينها غلط. أنا صاحبتي اشترت ده على فكرة، عايزة أقول لكم ده عرض حلو أوي، أوي، أساسًا الواحد ب1000 وحاجة، فعاملين الاتنين مع بعض، هي طلبته عادي ما تقعدش هو اتنين مع بعض، نازل عرض الاتنين مع بعض ب1600 جنيه. الناس اللي هترضع، الناس اللي عايزة تخلف، الناس اللي مش عايزة ريتينول، عايزة تستعمل كريم للصبح وبالليل، ده عرض هايل. فالناس اللي بتحب السنتيلا، لأن أنا عندي صاحبتي مجنونة بالشركة دي، بتحبها جدًا، بتحب كل منتجاتها مهما كانت إيه، لأ أنا باحب الشركة دي، ده من أحلى الحاجات اللي ممكن تستعمليها لو أنتِ بترضعي، عايزة ترطيب، عايزة تفتيح لتحت عينِك، عايزة تشيلي الإرهاق تحت عينِك، عايزة تشيلي الخطوط تحت عينِك، الحاجات دي كلها. بس هالات، هالات ما بيشيلش هالات. أي حاجة فيها ريتينول أنا باحبها، أنا باحب الكريم ده أوي وسمعت عنه معجزات، لأنه فيه كمان تقنية الNMN، التقنية دي حلوة أوي، بتشتغل على الهالات وبتحسن تحت العين وبتنور تحت العين، يعني الفلوس اللي بتدفعي في المنتج ده بجد حلوة جدًا، جدًا. وطبعًا أنا عندي المنتج ده اللي لمّا يخلص هاشتريه على طول، هنتكلم عليه، هاكلمكم عليه، هو ريتينول شوت بس هنتكلم عليه دلوقتي. بس ده من أحلى المنتجات اللي بُصّي استثمار لتحت عينِك، تشد تحت عينِك، الخطوط كمان لتحت العين، وبالذات الهالات، والهالات كمان الوراثية، صدقيني الموضوع بيتحسن جدًا بسبب الريتينول. والناس اللي عندهم تجويف زيي، عندهم زرقان أو عندهم سواد أو عندهم تحت عينهم لونه بني، الريتينول من ضمن الحلول اللي بتحل فعلًا، فعلًا تحت العين طول الوقت، لأنه بيحسن، لأن الريتينول بيتخن تحت العين. إحنا ليه بنستعمل ريتينول؟ ليه بنستعمل حاجات مضادة للتجاعيد اللي بتأخر التجاعيد؟ لأنها بتزود سماكة الجلد، الجلد كل ما يرقق بيحصل خطوط سهلة جدًا، بيحصل جفاف سهل جدًا. فأنتِ لمّا بتستعملي حاجة بتعملي طبقة حماية أو بتحطي زي ما بيقولوا الcover على الموبايل، مش أنتِ بتخافي على موبايلِك، الcover ده هو الريتينول، هو الكريمات المرطبة، هي الحاجات اللي بتستعمليها بتتخن المنطقة دي، ما فيش خطوط بتطلع بسهولة، ما فيش تجاعيد، ما فيش غمقان، ما فيش حاجات كتير أوي. فاهمين ليه الريتينول تحت العين؟ عشان تبقوا عارفين القصة دي كويس، هو بيعيد سماكة الجلد، بيتخن الجلد تاني. تاني حاجة إن قوامه خفيف جدًا وغني بالبيبتايد مع الريتينول، الاتنين مع بعض كده مزيج فظيع يجنن وخفيف تحت العين. بُصّي هتتبسطي أوي لمّا تستعمليه تحت عينِك، من أحلى المنتجات اللي ممكن تستعمليها تحت عينِك لو أنتِ عندِك مشاكل الدنيا والآخرة، ده هيحلها وبسهولة جدًا، جامع بين ترطيب وكمان تغذية، وما ينفعش تحطيه غير بالليل بس. ميري أند مي، أنا عندي هوس عايزة أجرب ده، ده 3000 ده 2000 بجد الموضوع بيفرق جدًا في تحت العين، بتشد تحت العين، الحاجات دي والله بتفرق. وأنا على طول باعمل لكم ريفيوهات وأنا باحط المنتجات على وشي. الريتينول بيبان نتيجته خلال 4 أسابيع. ميديكيوب، أنا عندي واحدة صاحبتي عندها هالات سهر، يعني هي بتسهر كتير أوي يظهر لها هالات تاني، فمن ساعة ما استعملت ميديكيوب للناس اللي عندهم هالات مؤقتة أو عندهم إجهاد بشكل عام، بالضبط 3 أسابيع الدنيا بتروح عندِك وتحت عينِك بيرجع تاني، لإنه طبعًا غني بالسلمون، كمان غني كلها بالمواد. ميديكيوب من أحلى الشركات الكورية، الطب بتاعة كوريا، ده لو عندِك إجهاد، عندِك غمقان، عندِك خطوط مطرح الإجهاد أو النشفان أو الإرهاق أو الحاجات دي كلها، والله العظيم أنتم مش فاهمين الموضوع ده، الإحساس مختلف، الإحساس فعلًا مختلف لمّا بتلاقي تحت عينِك شكلِك حلو وبشرتِك حلوة، يحصل في الدنيا. عارفين أنا بالنسبة لي كده، يعني أنا لمّا باحط حاجة والskin care على بشرتي وبشرتي تمام فيها نضارة وفيها لمعان والحمد لله كويسة، فنفسيتي بترتاح. أي حاجة بتلبسيها. بُصّي أنا باصور ونسيت أسرّح شعري، أساسًا بعد ما صورت افتكرت إن أنا ما سرحتش الشعر، عادي، عادي. لإن الإحساس جوّه إيه، أنا مبسوطة، نفسيتي كده، فاهمين؟ طبعًا الDNA بتاع السلمون داخل فيه النياسيراميد، داخل فيه كلها مكونات حلوة أوي، داخل معاه البيبتايد،
بُصّوا، هو ميكس يجنن لتحت العين، ميكس رهيب لتحت العين. ده بقى أنا جرّبته بنفسي وعلى جدي وعلى جدتي بنفسي. أنا كنت باحطه، كنت باحطه مرّة واحدة في اليوم، فأنتِ لو حطيتيه مرتين في اليوم النتيجة هتكون أسرع بكتير وملحوظة ومن أول أسبوع. يعني أنا شُفت النتيجة من أسبوعين. عايزة ترفعي تحت عينِك، عايزة تشيلي تحت عينِك وتشيلي الانتفاخات، دكتور ميلكسر ده من أحلى الكريمات اللي بتجيب نتيجة على طول. حلول، بُصّي أنا باقول لِك حلول جذرية تخلصي من موضوع الانتفاخات والهالات بجد وبيشد تحت العين، لإن الانتفاخات زي البالونة زي ما قُلت لكم في أول الفيديو، فالبالونة دي لمّا بتفسّيها بيحصل إيه، تلاقي كرمشة، والكرمشة دي كتر الكرمشة بيبين غمقان على فكرة، فخدي بالِك من الحتة دي كويس أوي، تحطيه على كل عينِك عشان جفنِك ده يتشد، فأنتِ لمّا تحطي حوالين عينِك كلها بجد الموضوع بيتحسن جدًا، بيشيل الانتفاخات، تحسي بشدة واضحة على طول، على طول، على طول، وعن تجربة من أحلى الكريمات اللي تحسّن تحت العين بسرعة جدًا وبتشد تحت العين جدًا، فظيع، فظيع بيشد بسرعة أوي. بُصّي بقى، الناس اللي عايزة تستعمل ريتينول وفي نفس الوقت تعالج الانتفاخات، ده في تقنية حلوة أوي دكتور ميلكسن ده برضه حلو أوي للانتفاخات بس الانتفاخات طبعًا والريتينول مع الاستمرار عليه هيفرد الخطوط والتجاعيد وكل الحاجات دي، بس الكريم ده حلو أوي للناس اللي عايزة تستعمل ريتينول وفي نفس الوقت الاتنين مع بعض، انتفاخات وريتينول، هيحسّن جدًا تحت العين هتشوفي نتيجة ملحوظة. بجد الشركة بتاعة دكتور ميلكسن دي منتجاتها في مصر قليلة أوي، بجد ده من أحلى الشركات، ده خشي كده على الإنترنت اكتبي دكتور ميلكسن هتلاقيها التوب في كل حاجة، السيرامات، الكريمات بتاعتها، كل حاجتهم حلوة جدًا، النتيجة بتبقى ملحوظة. إلا كريم شد الرقبة يا جماعة، وحياة ربنا كريم شد الرقبة فظيع، دلوقتي بقى لها 4 شهور من تاني مرة تستعمله، لإن أول مرة استعملته وعجبتها النتيجة طنشت بقى وما استعملتش اللي أنا قُلت عليه بعد كده استعملي كريم شمس بانتظام لو خارجة في الشمس، ولا حطي كريم سيرافي على الرقبة، خلصنا الكريم أبو 1000 الكريم سيرافي ب400 جنيه والحجم كبير قد كده، حطيه بس على رقبتِك بعد ما بتخلصي الكريم بتاع شد الرقبة ده، لمّا تجربي هتعرفي. أنتِ لازم تجربي وتشوفي الحلول سهلة وإزاي تحافظي على النتيجة دي بعد كده، باقول لكم على حاجات من الآخر، تحلّي أي مشكلة من الآخر على طول، على طول. يعني أنا كريم شد الرقبة ده أنا استعملته بس على إيدي، في كان شوية صغيرة باقيين، والله استعملتهم على إيدي رهيب، بيشد الإيد بطريقة رهيبة، أنا والله العظيم أنا كنت عايزة أقول لكم عليه بس فاضل فيه تنتوفة كده أخلّصها علشان بجد أتكلم عليه، بس أنا مش قادرة، أنا لازم أقول لكم كل حاجة، أكيد أنتم حاسين بحماسي ده أحلى ميكس أنتم شايفينه، أنا على طول باكلمكم عليه لإني باستعمله قدامكم، ومن ساعة ما جبته من شهرين أو 3 شهور وأنا باستعمل قدامكم النوعين دول، سيليماكس وكريم ميري أند مي، مهما تسمعوا هبد في الدنيا والمخ بجد والله عشان هُم في بنات حقودة كده زي اللي عندي في الشغل والله، حقودة تكرهِك في الحاجة، تقول لِك الحاجة دي وحشة وما تعملهاش وما تجربهاش، في ناس كده والله العظيم ما بتحبش الخير لحد، لمّا بتحب الخير لحد ربنا بيبعت لِك خير والله العظيم من عنده، ففي حاجات ميكس تحفة، يعني ده تستعمليه بالليل مع كريم المرطب، يعني أنتِ بتحطي ده تحت عينِك وتحطي كريم المرطب وتستعمليه على كل وشِك، أهم حاجة بس ده تحت عينِك، وده أنا باستعمله الصبح، بس ده ميكس رهيب لتحت العين، ميكس رهيب تمشي عليه، تحت عينِك فيه خطوط خفيفة، عندِك هالات، عايزة تحسّني تحت عينِك، دول هيقعدوا معاكِ كتير، يعني هيقعدوا معاكِ كتير أوي كمان، كريم ميري أند مي تفتيح وترطيب تحت العين، ما فيش كريم كوري بيطلّع خطوط تحت العين، ده أي هبد وخلاص، سيلي ماكس من أحلى الحاجات وما تحطوش على كل وشِك، حطيه بس تحت عينِك، وسيرم الريتينول استعمليه لكل وشِك، الكريم لتحت العين، وأنا اتكلمت على الحلقة دي فهمتِك الفرق بين الكريم والسيرم، الكريم بيخترق لغاية تاني طبقة، السيرم بيخش ذراته ليه السيرم؟ السيرم ده حاجة ذراته خفيفة أوي بتخش لغاية تالت طبقة، إحنا تحت عينينا ما عندناش غير طبقتين، ما فيش دهون، ما فيش حاجز بين الدهون وجوه، تحت العين ده حُطّي على طول سيليماكس تحت بس، أنا مش عايزة حوالينا ما فيش خطوط هتطلع، ما فيش مشاكل، الهالات بتروح، الحاجات دي بتروح، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم أي فيديو جديد، وأي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنت، باي.